وصفة اليوم مشروب طبيعي بدون سكر، شتوي، فيه طاقة وحيوية. كنتمنى إن شاء الله تجربوه. والسر ديالو في بساطة المكونات. خليكم معايا باش تشوفوا الوصفة. سهلة وبسيطة. ودائما ما تنسونيش من اللايك ديالكم واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد القناة. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا من 14 إلى 20 حبة من التمر منزوع النواة، وعندي 3 حبات من القرنفل، و3 من الهيل، وكم شعيرات من الزعفران. مكونات كلها طاقة وحيوية. وعندي نصف لتر من الحليب ساخن، درجة يعني مغلي. كنصبو على المكونات وكنخليه تقريبا ساعة زمن حتى يطلقوا هذوك المكونات ويتنقعوا مزيان، وكل مكون يطلق النكهه ديالو. يعني تقريبا خليته ساعه زمن كيف ما كتشوفوا، وغادي نضربو في الخلاط. صدقوني هاد المشروب راه كيعطينا واحد الانتعاش، واحد الطاقه، وخصوصا يعني لجميع الاعمار. ما عنده حتى شي ضرر جانبي، كله طبيعي 100%. والطلاب اللي يجهزوا ان شاء الله الامتحانات، الله ينجح كل واحد، راه كيعطيهم واحد الطاقه، واحد الحيويه. هنايا بعد ما ضربته في الخلاط غادي نصفيه ونحيدو كاع دوك البقايا اللي ما طحناتش. سهل وبسيط، كل المكونات يعني موجودة في كل بيت. ممكن تزيدوا او تنقصوا في المكونات، او عندكم شي مكون تاني حبيتوا تزيدوه، ممكن. ولكن انا كنفضل هاد المكونات وبهذوك، يعني بدوك الحبات. يعني ما تزيدوا ما تنقصوا. لو زدتوا اكثر كتجي النكهه طاغيه. هكا كيجي خفيف وواحد الطعم. يعني كنتمنى ان شاء الله تجربوه باش تعرفوني اشنو كنقول لكم. طبيعي، ما فيه لا سكر ولا والو. وكنعاودو نزيدو نعزوه الزنجبيل مطحون. كيف ما كتعرفوا الزنجبيل مع اللبن راه كيعطي واحد الدفء. واحد مثلا كتحسي بديك القشعريره، كتدفي الحليب وكتحطي راس ملعقه من الزنجبيل، يعني بسرعه سبحان الله كيعطيك واحد السخونيه، كيعطيك سخونيه في الجسم ديالك. وحنا محتاجين للدفء في هاد فصل الشتاء كيف ما كتعرفوا. وهنايا عندي راس ملعقه اختياري، راس ملعقه من النشا، وكندوبها في حليب بارد. طبعا النشا دائما بارد على بارد. لو حطينا على الساخن راه كتكتل وكتعمل حبيبات. وكنزيدها على الخليط ونحطها فوق البوتاغاز حتى جميع العناصر ينسجموا ويعطيونا واحد العصير او مشروب ما هو خفيف ولا ثقيل. انتم غادي تشوفوا. ودائما مع التحريك المستمر والنار تكون على وسط باش ما يتحرقش لينا وتجينا فيه هذيك المرورة وتخسر. والعصير ديالنا يكون فيه هذيك المرورة ديال التحرق، ما غاديش يطلع زوين. ولكن خليكم دائما مع قدام يعني الحلة او الكسرول، ودائما مع التحريك كيف ما قلت لكم. يلا كياخد الغليه ديالو وكنزولو فوق النار. وممكن تزيدوا حتى القرفه. انا في الاخير غادي تشوفوا شنو درت في الاخير.
بعد ما كنصبو كنحط عود من القرفة كيعطي واحد النكهة تاني زوينة بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. ولا بغيتو تعاودو تعززوا المذاق كيف ما كنعرفوا، التمر مع الكوز او القرقع او عين الجمل كيتواتاو كيعطي واحد النكهة خاصة. ممكن لو حبيتو تدقوه في الهون او تطحنوه في مفرمة وتحطوا شوية من فوق هكا فوق الكوب او فوق الفنجان. وبألف صحة وعافية عليكم. مشروب لجميع أفراد العائلة في هاد الموسم البارد الشتوي، انتعاش وطاقة ودفى، طبيعي، بدون سكر، بدون أي مادة حافظة، كله طبيعي 100%. كنتمنى إن شاء الله فيديو اليوم ينال استحسانكم، وما تنسونيش من اللايك ديالكم واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد القناة، وتشيروا الفيديو. السلام عليكم.